منذ يوم الخميس 20 فبراير الجاري، وصفحة النجم أحمد السقا عبر موقع فيسبوك تشهد العديد من التفاعل بسبب منشور كتبه أحد المسؤولين عن الصفحة، ومن بعدها بدأ النجم في الاعتذار لجمهوره بسببه والدفاع عنه. بدأ الأمر بمنشور اعتبره البعض مسيء لسيدنا عيسى وللمسيحيين، جاء به: مفيش حد المسيح ومفيش رسول غير محمد عليه السلام. المسيح وعليك الصلاة والسلام يا حبيبي وأنا مغمض. اختلفوا عليه عادي وأنا تمام وراضي، بس رجاء بلا إهانات ولا تجريح. سيدنا النبي واحد ومفيش حد المسيح. وفي صباح الجمعة نشر أحمد السقا أول اعتذاره عن ما كتب كاتبا: صباح الفل، جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع. للتوضيح، الصفحة لم يتم سرقتها، ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة أدمن كتب الكلمتين بالغلط ونزلوا على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده، وتم مسح البوست. وبتحصل عادي. المهم ما تخلوش كل ده ينسيكم أغنية اسكندراني حلوة ويا رب تعجبكم إن شاء الله. وإن شاء الله رمضان كريم. تحياتي أخوكم أحمد السقا. وفي يوم السبت عاد من جديد للاعتذار كاتبا: أكرر مرة أخرى إن ما حدث بالأمس هو خطأ غير مقصود من شخص يعمل معي بحسن نية، وليس فيه أي توجهات أيديولوجية أو عرقية، بل كان يقصد العكس تماما. وأختم كلامي بالبلدي: عيسى نبي وموسى نبي، محمد نبي، وكل من له نبي يصلى عليه. وبعدها كتب: البوست ده موجه لأشقائنا في الله والوطن، الإخوة المصريين والمسيحيين. بالرجوع إلى البوستين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع. الولد كان يقصد إن مفيش حد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل، ولكن لأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية، تم فهم الكلمة التي كتبها على إنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد للعكس، في حين إني كمواطن شقيق لكم في الله والوطن، شرط من شروط ديني الإسلامي الإيمان بالله وكتبه ورسوله، ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام. أرجوكم لا تدعوا الفتن والتعصب، وعذرا في اللفظ عدم التأني في الفهم وتجاهل بواطن المعاني، أن يتسببوا في أحداث إشكالية ليس لها محل من الإعراب. وطن واحد، شعب واحد. وتابع أحمد السقا بملحوظة: كان سهل جدا أقول الصفحة اتهكرت، ولكن أبويا رباني على المواجهة، وكان لازم أدافع عن الولد اللي نيته خير. لا إله إلا الله والمجد لله في الأعالي. تحياتي. ويذكر أن أحمد السقا ينتظر عرض مسلسله الجديد العتاولة 2 في رمضان 2025، ويشاركه البطولة كل من طارق لطفي وباسم سمرة ونسرين أمين ومصطفى أبو سريع وهدى الإتربي وزينة وفيفي عبده وثراء جبيل. مريم الجندي. تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.